تعالَ أحكي لك عن علاج التروما، وفي واحدة من الجلسات supervisions اللي بنعملها كنا بنتكلم على إزاي إن المعالج بيبقى دايمًا شايف إن أنا عايز أخلّص التروما خالص من المريض بتاعي، وإن هي أو هو يرجع تاني لحياته بشكل طبيعي، وإن هو ينسى إن كان عنده تروما أو يبقى عنده قبول تام للتروما دي. كان دايمًا الله يرحمه كان الدكتور رخاوي بيقول: "دع القلق وابدأ الحياة، شيل قلقك معاك وابدأ الحياة." فأنا باحب آخد الكلمة دي منه، وإن إزاي يشيل التروما ويبدأ الحياة. لو هنا تخيلنا إن التروما دي عبارة عن كعبلة كتير في أوضة، حاجات مرمية يمين وشمال، حاجات مؤلمة، حتة وحشة، مزعجة بالنسبة للشخص. طيب لو الشخص ده إحنا أعدنا تنظيم الأوضة، شِلنا الحاجات المرمية يمين وشمال وفضّينا الأوضة بحيث إنها بقت قابلة للاستخدام، قابلة للحياة فيها، ولكن لمّينا الحاجات دي في علبة وحطيناها في جنب في الأوضة. الحقيقة إن الألم بتاع التروما أو إن التروما نفسها والأحداث بتاعتها والذكريات بتاعتها هي مش هتطلع برّه الأوضة، مش هتطلع برّه الشخص اللي عنده المشكلة، ولكن اللي ممكن يحصل إن الكعبلة دي بدل ما هي مالية كل الفراغ ومالية كل الحياة بتاعته، هنقدر نلمّها في حتّة معيّنة، علشان الشخص يقدر يعيش حياته من غير ما تبقى التروما دي واخدة كل حيّز في حياته، واخدة كل حيز في قراراته. تخيلوا مثلًا لو الكنبة مرمي عليها جاكيت ومرمي عليها شوية زبالة وحاجات هتخلّينا مش عارفين نستعمل الكنبة دي كلّها، لكن لو أنا قدرت أشيل الكعبلة دي واخلّيها في العلبة، أنا هاعرف أستخدم الكنبة بتاعتي. بمعنى إن أنا لو التروما موقّفة رؤيتي للعلاقات، فأنا شايف إن العلاقات دايمًا هتبقى مؤذية زي ما حصل معايا في التروما. لو أنا قدرت أحدد إن التروما والألم ده جه من شخص معيّن، فتحدد الألم إن هو جوّه العلبة خلاص، وتحدد الألم إن هو مش الشخص الفلاني، مش مع كل الناس، ساعتها هنقدر نتعامل مع الحياة بشكل أكثر فعالية، ونعرف نتعامل وإحنا مستريحين في الدنيا أكتر. فمتهيأ لي إن مهم أوي إن إحنا نفكّر مع المرضى بتوعنا أو مع الناس وإحنا بنشتغل معاهم، هو إحنا عايزين نوصل لفين وإحنا بنشتغل في التروما بتاعتهم. فمتهيأ لي إن هو هتبقى نقطة مهمة أوي إن إحنا دايمًا نفكّر لمّا نفهم القصة على بعضها، إحنا عايزين نوصل لفين في علاج التروما دي، وإيه الحقيقة توقعاتنا من علاج التروما. هل هنقدر نخلّصها ونخرّجها خالص من الشخص؟ أشُك جدًا، والّا هنقدر إن إحنا نحترم إنها حاجة كبيرة، وإحنا اللي بنحاول نعمله إن إحنا نحددها في مكان معيّن جوّه الذكريات، جوّه الذاكرة بتاعة هذا الشخص، عشان يعرف يكمّل حياته بشكل طبيعي.